اهلا وسهلا بكل من يشاهد الفيديو ده. عايزك تعرف بس الاول انا مبسوط قد ايه لان حضرتك بتشوف الفيديو ده، لانه بالمناسبه ده اول رحلتي في التلخيص. بس اطمن ان شاء الله يعجبك فيديو النهارده. عايزك بس في البدايه تصلي على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والاهم من ده كله انزل ادعو لاخواتنا في فلسطين، لانه حضرتك مفيش في ايدك غير الدعاء. وصدقني انت مش خسران حاجه، يعني انت تاكل وتشرب وتنام على سريرك واهلك حواليك وهم بيموتوا من الجوع والموت عايش معاهم يوميا. فيلا ادعي لهم وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدا حكايتنا. بص ده بطل حكايتنا شاويان، وده الحاج والده، ودي شيون ار زي اخته كده من بعيد، وعايشين في مملكه اسمها مملكه جاما، والمملكه دي تحكمها العائله الملكيه، وفي 4 عائلات تانية بيتقارعوا ويتنافسوا مع العائله الملكيه. بس عايزك تركز معايا دلوقتي على عائله نالان وعائله يونران، والعالم اللي عايشين فيه ده بيحكم الاقوى. هنا القوه هي التي تحكم، مفيش بقى الفلوس ولا النفوس ولا الهري ده. والقوه هنا عباره عن الطاقه اللي بتطلع من روح الشخص. بس طبعا في مستويات في القوه الروحيه دي. بص يا سيدي، شفت لك كده لما تلعب لعبه زي اللعبه وتلاقي المقاتلين مصنفين على حسب قوتهم، زي المقاتل ده اس ار، او المقاتل ده اس اس ار، وده اس 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 ار، وده في ار، وده اس بي، وده في تي ار. وتلاقي كمان كل فئه محدده بنجوم، زي مقاتل فئه في ار مصنف نجمه، نجمتين، 3 4 5 ومعاك لحد 9 نجوم. وبعد 9 نجوم بقى ترقى للمستوى الروحي اللي بعد كده. دي بقى نفس القوه في قصتنا، بس عايزك في البدايه تصبر عليا علشان جايب لك قنبله حماس حرفيا. يلا كده روح جهز فشارك وعصيرك واربط حزامك واستعد للوحش ده شاويان، شاب عبقري وموهوب من هو صغير. بس خلاص يابا ده كان زمان، دلوقتي هو حته عيل فاشل وكحيان وما عندوش حتى القوه يحمي نفسه. كان من هو صغير مسمينه الشاب العبقري، وكانت عائله الشاو كلها حاطه فيه الامل انه يرجع مجد عائله الشاو تاني. بس للاسف تراجع مستواه وما عرفش يدمج قوه روحه مع جسمه، وبعد 3 سنين تراجع مستواه ل3 خطوات. وكانت صدمه لعشيره الشاو كلها. الشاو يعني اللي كانوا يقولوا عليه في يوم الشاب العبقري دلوقتي عيل زباله كله بيتريق عليه. وبينما شاو يعني يمشي في امان الله بيسمع الشيخين دول هما يتكلموا مع والده اللي هو رئيس عائله الشاو، وبيحرضوه على ابنه، وبيقولوا ان هو حته عيل عار على العيله كان لازم يطردوه من العيله. وبيقولوا اللي مصبرنا عليه لحد دلوقتي هو خطوبته من الانسه لنالان. اوبا اوبا اوبا، انتوا سامعين اللي انا سامعه؟ شاويان خاطب الوريث لحكم عائله نالان، ودي زي ما قلت لك عيله قويه وبتنافس العيله الحاكمه. بس ازاي؟ ده عيل كنافه ما في حيلته حاجه، بس هنعرف بعدين. لذلك ولد شاويان يدافع عن ابنه وبيقول انه ذكي وانه حاط امله فيه. هو ده الاب ولا بلاش؟ ونعمل اب والله يا عم شاويان يسمع الكلام ده ويزعل كده في نفسه ويروح اوضته ويتضرب للمره الالف انه يندمج مع روحه ويعدي للكل، ولما يطلع النهار ويكون خلاص هيعملها. بس تفتكر عملها؟ لا والله. يتعصب شاويان ولكن لسه عنده امل. وبعدين يجي واحد لشاويان ويقول له انه والده عايزه عشان خاطر فيه ضيوف مهمين، ويروح شاويان لهناك وخمن مين الضيوف دول. ورئيس عائله نالان ومعها شيخ من العيله، وبيدخل شاويان والكل باصين عليه بجرف وسخريه الا شيون ار. وبعدين يدي شاويان التحيه لوالده، فبيقول لوالده ان هو يقعد في مكانه ويبص شاويان حواليه بس ما يلاقيش مكان ليه. وده كان تخطيط من الشيخ التاني عيلتهم لهدف احراجه وكده. بس انت شيخ وسخ صحيح. فبتلحق شيون ار الموقف وتنادي على شاويان يقعد جنبه. وبعدين توقف وريث عائله نالان واللي اسمه بالمناسبه نالان يونران، وتعرف عن نفسها للعم الشاو. فبيفرح عم الشاو ويرحب بيها. وبعدين يقوم الشيخ اللي مع نالان ده ويتكلم باحترام مع العم الشاو ويطلب منه طلب، وباين الاحراج والقلق وهو بيكلمه. بس الاول بيقول انه زعيم عائله نالان حاطط امال كبيره على حفيدته نالان يونران، وعايز يدربها وكده عشان تكون الزعيم من بعده. وعايزين من الانسه نالان تركز على تدريبها وزراعتها لقوتها، علشان كده احنا عايزين يا ريت لو تقدر تلغي الخطوبة بين الشاويان والآنسة نالان. فبيتعصب العم الشاو، ولكن الشيخين اللي معاه باين عليهم الفرحة، وكل الحاضرين بيقولوا انه شاويان يستاهل وما عندوش موهبة، ده حتة عيل زبالة. بس كده بيحرج عائلة الشاو. بس اتعصب العم الشاو يظهر قوة مرعبة بتهز المكان كله، بس الشيخين دول بيهدوه. وبعدين بيسأل العم الشاو الآنسة نالان لو زعيم عائلة نالان موافق على إلغاء الخطوبة، فبترد نالان انه جدها مش موافق، بس ده مستقبلها وده قرارها وهي حرة في قرارها. فبيقعد العم الشاو على كرسيه وهو مكسور الخاطر ومصدوم. فبيقول العم الشاو انه بيحسد عائلة نالان انها معاها بنت زيك، ويقول انه لا يستحق انه يكون عمها وكده ويكون مجهور ومكسور خالص. وبعدين يطلع حبة دواء تقدر تخلي اي حد زي شاويان ما يعرفش يندمج مع قوته الروحية انه ينجح في الاندماج، وعايزين يدوها لعم الشاو كاعتذار وكده. بس خلاص طفى على الكيل. هل تفتكر شاويان هيسكت على ده كله؟ لا والله. بيقف الشاويان ويقول لهم يرجعوا بيها تاني، احنا مش عايزينها. فبيتكلم شيخ من الشيوخ دول يسكت الشاويان ويقول له انه ملوش حق انه يتكلم. فبيرد عليه شاويان ويقول له لو لغوا الخطوبة من حد من ابنائكم كنت هتردوا بنفس الرد ده. فيتعصب الشيخ ده، بس تتكلم شيون ار وتقول له انه شاويان معاه حق، وبعدين هو متورط اصلا هنا، فاقعد على حيلك ومالكش دعوه.
فيسكت الشيخ وما يقدرش يرد بنص كلمه على شيون ار، ولو ما تعرفش بس شيون ار قويه فشخ يا صاحبي. وبعدين يكمل الشيويان ويقول لنالان انت بتقولي انه جدك مش موافق على الغاء الخطوبه، ولسه ما كملش فبترد عليه وتقول له انه جده ملوش دعوه بالخطوبه، بس يرد الشيويان ويقول لها وانا والدي مش موافق برضه، ووالدي وجدك هم اللي خطبونا لبعض، وبيقول انها لو بوظ الخطوبه كده انت بتحترميش حد فيهم. فبترد نالان وتقول له انت عايز ايه عشان تلغي الخطوبه؟ راح ازود لك حبتين دواء مع الاولى. فالشيخين الخرفين دول اتصدموا. وبعدين تكمل وتقول له كمان راح اخليك مجند في عيلتنا وراح تتعلم اساليب متقدمه. فتعصب الشيويان ويرفض، بس يجي الشخص ده ويرفع سلاحه على الشيويان. فبتنزل نالان سيف الشخص ده وتقول للشيويان سواء وافقت او لو ما وافقتش هتتلغي الخطوبه. ايه يا ابني مين العريس والعروسه بالظبط؟ حيرتونا في يومنا ده. المهم يتكلم الشيويان بعصبيه ويقول مش مهم لو فقد شرفه، اما شرف ابوه لا، هيتبعوه الناس ازاي بعد كده لو الغى الخطوبه؟ فبترد نالان انها كانت غلطانه بس هتاجل الموضوع بعد 3 سنين وراح يتقاتلوا مع بعض، ولو هي فازت هتلغي الخطوبه ولو هو فاز هيشيل العار عن عيله شياو. فيدخل عم الشاوي يقول لها انت عارفه الظروف اللي فيها الشيويان، ازاي عايزه تبرزيه وهو كده؟ فبترد عليه نالان وتقول له لازم واحد يتحمل العواقب، وانا بقول كده بس عشان خاطر تحمي شرفها او الغي الخطوبه الان. وبعدين يتكلم الشيويان وتقول له ايه رايك، موافق ولا خايف؟ فبيرد الشيويان ويقول صح انه عيلتكم قويه بس انا لسه صغير وقدامي وقت طويل اتعلم فيه، انت ليه شايفاني مش هتغير في المستقبل؟ شين ار بتشوف الشيويان وهو يتكلم وفرحانه بيه خالص. بيكمل الشيويان ويقول له احتراما لجدك قولي له مفيش حاجه تثبت على حالها وبلاش تنمر على الفقراء والضعفاء. والعم الشواو فرحان باللي ابنه بيقوله. وانا لام في الجنب التاني اتعصبت وتقول له مين انت عشان تقول لي كده؟ انت دلوقتي حته عيل زباله ملوش لازمه. طيب لو انت كنت شايف نفسك كويس هنشوف هتعرف ازاي تغير من نفسك، هكون مستنياك بعد 3 سنين. وتكمل بعصبيه وتقول له لو عرفت تهزمني هكون عبد ليك، بس لو غلبتك هتلغي الخطوبه وتسلم لي عقد الخطوبه وانت ساكت. يا عمري ده انت هتتفشخي بعد 3 سنين. فهيرد الشيويان ويقول له انه مش مهتم بيها وكده كده مش هيتجوزها بس هيقاتلها عشان شرف ابوه. وبعدين يمسك قلم ويكتب على ورقه ويبصم عليها بدمه انها مش هيكون ليها اي صله او قرابه او علاقه بعشيره الشياو ويرميها لها على الارض. فتتعصب اكتر وتقول له انت مين عشان تنكرني؟ المهم الشيويان يروح لوالده ويقول له انه بعد 3 سنوات هيفوز. فيرد عليه ابوه انه واثق انه يقدر يتغير ويكون اقوى وهيثبت نفسه. وبعدين يمشي الشيويان وهو طالع يقول لنالان انه بعد 3 سنوات هيجي لها وبعدين يمشي. وبعدين العم الشاوي يقول لهم انهم يقدروا يمشوا وهم ماشيين توقفهم شون ار وتقول لنالان اوعي تندم بعد 3 سنين، ما تفتكريش نفسك انك تقدر تعمل اي حاجه لانك من عائله نالان وتلميذه عائله نيونران. قاره دوتش فيها ناس كتير اقوياء واقوى منكم. المهم الشيخ اللي مع نالان لما يلاحظ شون ار ياخد ديله في اسنانه ويمشي. ونرجع لشيويان هو زعلان على نفسه ومره واحده يدخل عليه والده ويقول له مالك لسه بتلوم نفسك على اللي حصل؟ وبيضحك معاه وكده. وبعدين يقول له انت راجل استرجل كده وما تكونش عامل زي البنات. فيقول له شيويان انه ما فشلش بس انه يحسن قوته بل وكمان ضرب شرفه قدام الناس. فبيضحك ابوه ويقول له انا شايف انك عندك مشاكل في تحسين قوتك بس احنا عشيرة الشيوخ ما نستسلمش، ما دمت انت عايش دور على حل وهتلاقيه. وبعدين طلع له حبه دواء وقال له اشتراها من مزاد وهتساعده في تحسين قوته. فشيويان اتحرج ياخدها من ابوه فابوه يديها له ويمشي. وهنا شيويان يصرخ في صمت امتى اقدر اعدي اللي انا فيه ده واكون اقوى؟ ومره واحده يسمع اللي يقول له يا ولد شكلك كده محتاج مساعده. فيتخض الشيويان ويبص حواليه مين اللي يتكلم؟ فيرد عليه يقول له مش مهم انا مين، المهم ان انا مش هاذيك. واخيرا بعد سنين لقيت الشخص اللي عنده قوة روحية كافية. ولسه شيويان يلف حوالين نفسه فيقول الصوت المجهول خلاص كفاية تدور عليا انا على صباع ايدك. فيبص شيويان على الخاتم اللي في صباعه ويكمل صوت المجهول انه مش خايف منه وشكرا ليك على كل حاجة عملتها في ال3 سنين الاخيرة. فيستغرب شيويان يقول له انت اللي كنت السبب في عدم قدرتي في التقدم في ال3 سنين الاخيره وطلعت مستخبي في الخاتم بتاعي. فيرد صوته المجهول يقول ان هو صاحب الخاتم ده بس الخاتم اختار صاحب جديد ليه بنفسه، اكيد مكتوب لنا ان انا انت نجتمع مع بعض. فيتعصب شيويان ويرمي الخاتم لبعيد بس تفتكر كده خلاص لا والله لسه بيلف الشيويان ويلاقي الخاتم طاير وراه. وبعدين يطلع منه روح لشخص عجوز. وقبل ما نكمل عشان ما تتوهش مني تعالى عارفك مين العجوز ده ونرجع لسنين كتيره لورا ونشوف العجوز ده واللي اسمه بالمناسبه ياو تشين بس نختصر اسمه للمعلم ياو. وكان معاه تلميذه بيقاتل الشخص ده وكان متفوق المعلم ياو بس في هجوم بيروح على تلميذه فبسرعه المعلم بيصد الهجوم. بس هنا بيحصل اللي محدش يتوقعه، المعلم ياخد طعنه من تلميذه من الشخص اللي يعتبره زي ابنه. انت عيل سافل وناكر للجميل يلا. المعلم بيضرب الشرير ضربه قاضيه هو مطعون ويقول
ليه؟ ده انا اعتبرتك زي ابني. فيرد عليه ويقول له ده كله بسببك، بسبب انك ما عطتنيش مهارة اللهب ومحتفظ بيها لنفسك. فيقول له يعني انت غدرتني بسبب مهارة؟ وبعدين يضرب المعلم الضربة اللي بتجيب اجله. وهنا عرفنا قصة المعلم ياو اللي ظهر للشياو يان بالظبط، وعرفنا كمان انه كان يتغذى على قوة روح الشياو يان ل3 سنين، وعلشان كده الشياو يان كان ضعيف، ودي روح المعلم ياو لان جسده مات. بس المهم انه ما ننساش انه ده كله خيال وافكار شركيات وكفرية. احنا بس بننبه علشان تخلي بالك من القصة، لانها في الاول وفي الاخر هي قصة جاية من ناس هندوسيين وديانات كده غريبة. بس احنا الحمد لله مسلمين، ويا رب يثبت قلوبنا على دين الحق دين الاسلام. معلش بقى طلعنا من بره القصة بس عشان نتبرى من الذنوب اللي في الحكاية دي. ويا ترى ايه بقى اللي هيحصل؟ هل المعلم ياو يقدر يرجع شياو يان قوي؟ وايه التدريبات اللي هيخضع عليها شياو يان؟ وهيعمل ايه في النزال اللي بعد 3 سنوات؟ ده كله هنعرفه في الاجزاء اللي جايه. بس انا اصلا مخمن ان الفيديو ده مش هيجيب ال100 مشاهده، بس ادينا حاولنا وان شاء الله خير. بس لو حصل وربنا كرمنا والفيديو جاب مشاهدات، انزل اكتب لنا في التعليقات تحت لو الفيديو عجبك وعايزنا نكمل القصه. ولو معاك صاحبك يحب القصص اللي زي دي ويبعت له الفيديو. وتنساش لايكك الجميل عشان خاطر الفيديو ينتشر. واخر حاجه تنساش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.